زي ما انتم شايفين دي كده الوجبه الاولى اللي باذن الله هنبداها مع بعض. فهنلاقي ان هي عباره عن 5 بيضات زي ما انتم شايفين كده. فانا هاخد منهم 3 بيضات كاملين ومعاهم 2 بياض بيض. وطبعا البطاطا يعني هي هاخد منها من حوالي 100 ل 150 جرام، فاخد منها كميه قليله جدا. فهي في المجمل طبعا كميتها زي ما انتم شايفين قليله، علشان يعني احنا داخلين على فترات تنشيف، فبنحاول نقلل فيها كميه الكربوهيدرات نفسها والنشويات على قد ما بنقدر، عشان نفضي المخازن اللي بتكون جوه جسمنا، علشان نبان ان احنا ناشفين، وساعه ما نيجي نحمل يوم الماتش فبنبان ان احنا اكبر وانشف. طبعا معاهم من الحاجات المهمه جدا ان انت تدخل اللوز، دول حوالي 25 جرام لوز، وده مهم جدا علشان هو مصدر يعني دهون صحيه وبيحسن معاك من حاجات كتير جدا. طبعا معاهم السبانخ من الحاجات اللي انا بعشقها جدا، وعن تجربه شخصيه مني بتفرق معاك جدا يعني في الاداء الرياضي. فلو انت واحد عايز تدخل سلطه فانصحك انك تدخل السبانخ دي، فهتفرق معاك جدا. طبعا ده من ضمن السلطه طبعا يعني خس او كابوتش زي ما انتوا عاوزين. ودي رايس كيك يعني واخد منها حوالي 3، فهي حلوه جدا خاصه لو انت يعني بتحاول تشبع، او لو انت هدفك انك عاوز تخس، فهي نسبه الالياف فيها كويسه وهتلاقوها حلوه جدا. فان شاء الله كده هنخلص الوجبه دي وهندخل على التمرين على طول. وقبل ما ندخل هقول لكم على السبلمنتس او المكملات اللي انا بستعملها قبل ما ابتدي التمرين. كده يا شباب احنا خلصنا الوجبه الاولى بتاعتنا، فهبدا بقى ان انا هستعمل السبلمنتس بتاعتي زي ما انتم شايفين كده قبل ما ابدا التمرين. فاهم حاجه طبعا زي ما انتم شايفين ده الكرياتين المونوهيدرات، ده طبعا اتكلمت عنه في فيديوهات قبل كده، فهو مهم جدا في ان هو يعني هيحسن ادائك وكده ويخليك في التمرين كويس. السبلمنت التانية بقى المهمة اللي انا بستعملها ده فيتامين دي 3، فيتامين د، وللاسف ده يعني بيبقى ناقص في معظمنا كتير جدا علشان مش متعرض لاشعة الشمس. فده يفضل تاخد منه يعني قرص، او طبعا يعني ايه نص قرص او كده حسب ما الدكتور بيحدد لك، وتكون ساعتها عامل التحاليل قبلها. ده السبلمنت التاني اللي انا بستعمله اللي هو الرويال فيت جي، من الحاجات اللي يعني كانت بتساعدني ان هي بتقلل التعب عندي اثناء التمرين. وده اوميجا 3 بلس، ده برضو من الحاجات المهمه جدا ان احنا يعني نحاول نستعملها في خلال اليوم بتاعنا. دي يا شباب السبلمنت او المكملات اللي انا بستعملها لو هي ما كانتش واضحه في الجزئيه اللي انا قلتها. ده فيتامين دي 3، حتى لو اوسو 14 ده هتلاقوه يعني عند اي صيدليه يعني، وخاصه يعني يفضل ان انت هتلاقيه في الصيدليات الكبيره احسن. وعندك الرويال فيت جي، وده الاوميجا 3 اللي هو بلس، ده برضو هتلاقيه في الصيدليات الكبيره احسن. وده الكرياتين، ده يفضل برضو ان احنا يعني ممكن تستعمله قبل وممكن برضو يعني بعد، بس انا لو هتكلم عن رايي انا بحب افضله قبل التمرين. فانا هبدا باول حاجه فيهم بالكرياتين، وده الشيكر اهو زي ما انتم شايفين، عشان شويه كده بقى وايه نبدا بقى نكسر الدنيا بقى. يعني ممكن نقول كده في حدود يعني 100 او 200 مللي او فيما فوق، مش هتفرق كتير. بس اهم حاجه في الكرياتين ده ان احنا ناخد سكوب واحد، يعني سكوب زي ما انتم شايفين كده اهو، يعني ده اهو ما يبقاش يعني مليان لاخره بحاجه، يعني قبل الاخر بحاجه بسيطه او قرب اخره. فده 5 جرام، فهنحطه في الشكر بتاعنا. بس ناخده بقى ونروح نتمرن. بعد ما خلصنا الوجبه الاولى هندخل يعني نتمرن دلوقتي. وتمرينتنا النهارده ان شاء الله هنتمرن ظهر وكتف خلفي ومعاه ترابيس. فهبتدي باول حاجه بعضلات الظهر عندي، لانها من اكتر العضلات عندي اللي هي محتاجه ان انا يعني اشتغل على السمك بتاعها من جوه والسكنس بشكل كويس. فقبل ما ابدا التمرين مهم جدا ان احنا نعرف نسخن جسمنا بشكل كويس، وخاصه المفاصل واوتار الكتف. فهنسخن اول حاجه، سخن اهم حاجه الايد بتاعي كويس، ممكن اعمل مثلا من 1 لحد يعني 20 عده. بعد كده هناخد وراها تسخين دوران الكوع
يعني برضو المفصل نفسه يعني بيكون شغال معاك يعني في اغلب الحركات. فنفس الكلام برضو بنفس العداد، هسخن يمين واخلص شمال. بعد كده بقى ابدا اسخن الاوتار بتاعت الكتف، اعمل دوران للخلف لورا، دوران لورا، اخلص برضو بنفس العداد واعمل زيهم لقدام. فكل حاجه من ديت هناخدها مره واحده وبرضو يعني بنفس العدد. وتاكد دايما انك انت كتفك كله سخن وانك تكون جاهز. فمش مهم التمرين على قد ما تسخن كويس. طيب يا شباب، هنبدا باول حاجه البنت اوفر رو او البار اللي هو اللي انا بسحبه على الصدر بتاعي. يعني ده حرفيا من اقوى التمارين اللي هي هتشغل معاك الكثافه العضليه بتاعت عضلات الظهر. فانا هصور لكم من كل شكل من التمارين ديت مجموعه واحده بس. ديت طبعا كانت معايا المجموعه الاخيره. فدي بقى هناخدها بنظام اسمه الدروب ست. هو سريعا كده ان انت بتلعب بالوزن بتاعك اول وزن، بعد كده هننزل الوزن، هنلعب وراه برده بعدات معينه بعد الوزن الاولاني، وهكذا لحد اخر وزن اللي هو الثالث. فده ان شاء الله هنشوفه مع بعض في التمرينه. فخليه طبعا اهم حاجه في التمرينه دي ريفرس جريب. يعني ببدا اول حاجه بالقبضه المعكوسه. دايما نفتكر مفيش حاجه بتيجي بالسهل، فانت لازم تتعب عشان الحلم ده. زي ما انتم شايفين الاوزان دي يعني تعتبر متوسطه، لان طبعا احنا في فترات تنشيف. يعني زي ما قلت لكم في اول وجبه ان هي من اصعب الفترات. فكل ما بتقلل الكربوهيدرات فطبيعي طبعا ان انت الاداء بتاعك والاوزان مش هتكون زي فتره اللي انت بتضخم فيها او الاوف سيزون. فاحنا بنلعب بالوزن يعني اللي احنا نقدر عليه. يعني في الدروب 6 مثلا دي عملت 10 باول وزن، في تاني وزن برضو يعني 10 عدات، حاولت حتى اصور منها 4 عدات زي ما هتشوفوا. والوزن الثالث برضو عملت بيه نفس الكلام. وزي ما قلت عمر ما في حاجه هتيجي بالسهل. فيلا بينا على التمرين اللي بعدها بقى. طيب يا شباب، كده هناخد نفس التمرينه دي خلصناها اللي هي القبضه الواسعه. فهناخد دلوقتي القبضه الضيقه. برضو بحاول قد ما اقدر ان انا هي نفس التمرينه بنجيب بيها اللي بتزود الكثافه بتاعت عضلات الظهر من جوه او السكنس بتاعها، بس ناخد معاها اللاتس. فانا همسك من هنا من الضيقه وابدا العب. كده يا شباب خلصنا يعني يعتبر اول 3 اشكال. فهاخد بعد كده العقله البول اب، بس هاخدها بالقبضه الضيقه. هاخدها المره دي 3 مجاميع في 15. فانا دلوقتي كده بصور لكم زي ما قلت لكم كل تمرينه مجموعه واحده. فدي اول مجموعه نخشها. طب يا شباب، دي كده يعني اخر تمرين هناخدها في الظهر. هاخد السحب الامامي الواسع. طبعا زي ما قلت لكم يعني بحط الوزن المناسب ليا، عشان زي ما احنا قلنا احنا في فترات التنشيف. كل مدى ما بقلل بمشي لو كارب، فلازم غصب عني من الاوزان بتاعتي تقل. هناخد بعد كده الكتف الخلفي. بعد ما خلصنا الظهر هناخد الانكلاين برون لاترال ريز. هناخده رفرفه بالدمبل، هاخده 3 مجاميع في 15 عده. فدي يعني يعتبر تاني مجموعه اخشها، ونعمل 15. وزي ما قلت لكم عشان الفيديو ما يطولش فهنعمل اول مثلا 6 عدات او 7. 1 2
الحركه دي على قد ما بتقدر انت بتحاول تضخ الدم في الحاجه اللي انت بتلعب عليها. يعني مثلا لعبت ظهر، فانا احاول اضخ دم في عضله اللاتس نفسها، وبرضه الكتف معاهم. كده هناخد الترابيز بالبار، هناخده على السميث. بنفنش كده اهو في الاخر. الواحد فعلا يعني تعب، وانا بيجيب جاهز. طبعا خليه واهم حاجه في العضله دي تحاول تثبت كل عدة سنتين. يعني احنا حاولنا نفس هنعملها نفس الكتف الخلفي، حتى ما رضيتش برضه اكمله من 15 عده عشان برضه الفيديو يعني ما يطولش مننا. فدي كانت المجموعه الثالثه، فاحنا خلصناها وهنبدا بقى ناخد بعد كده يعني عضلات البطن. يلا بينا. هنبدا ناخد اول شكل معانا في البطن. هنبدا بالسايد كرانشز. انا الفتره دي محتاج برضو يعني من النقط اللي انا عايز اركز عليها هي الجانبيات بتاعه البطن. هنبدا باول حاجه السايد اللي هو اليمين. ده اهم حاجه عندي، محتاج اظبطها الفتره دي. نبدا بقى اول مجموعه، هعمل 3 مجاميع في 25 عده. طبعا الواحد جاب اخره، نحاول نكمل. 5 6 7. حاول تعصب جامد. 6 انا عملت منهم 12، هم المفروض يبقوا 25. فحاول اكمل الناحيه الشمال. 13 15 طب يا شباب، احنا كده خلصنا الشكل الاولاني في السايد كرانشز. فهناخد تاني شكل اللي هو الكرانشز نفسها، عشان برضه نشغل يعني عضلات المعده نفسها غير الجانبيات. نفس العضلات برضه، بس هحاول برضه اختصر لكم. نعمل لحد مثلا 7 عشان الفيديو ما يطولش. 4 كده هناخد رابع شكل واخر حاجه في البطن، واللي هو الكلان سيت اب. انا بالنسبه لي يعني ده من اقوى الحاجات اللي هي فعلا هتشغل لك البطن وهتزود التاثير عليها. فانا بالنسبه لي عشان المستوى يعني متقدم شويه وادفانسد، شويه كده هنعمل نفس الثلاث مجاميع في 25. فدي تعتبر اول مجموعه انا ابداها. هنعمل برضو يعني نفس 25. حاول تنزل قبل الاخر. 3 بس.
بعد كل مجموعة لازم يعني يشرب المية لأنها مهمة جدا. فمن غيرها أداء عمره ما يكون في أحسن حالاته، وخاصة إن إحنا بننشف، فالموضوع مهم جدا. فكده يعتبر خلصنا التمارين كلها، فندخل الكارديو بقى. يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، ده اخر حاجه بعملها وهو الكارديو. طبعا بنحاول يعني ايه على قد ما نقدر نعمل الشده قوي زي ما انتم شايفين. احنا فتره التنشيف، فالموضوع بيبقى مش محتاج ان احنا يعني جوه نشد قوي. حاجة مهمة جدا لازم اقول لكم عليها بين كل مجموعة والتانية. التمارين اللي احنا اتمرناها في الظهر متنساش اشرب المية لأنها مهمة جدا، إن هي دي هتساعدك إن أدائك يكون في أحسن حالاتك. خاصة إن احنا دخلنا فترة تنشيف، فالموضوع ده مهم جدا. طيب يا شباب، كده خلصنا التمرين بتاعنا الحمد لله. فكده هنبدأ ان شاء الله الوجبة التانية بتاعتنا. فزي ما انتم شايفين هي فيها المرة دي بقى هتبقى بطاطس مشوية، فهي برضو نفس الكلام من 100 لحد 150، وهنلاقي ان معاها كمية صدور الفراخ بقى المرة دي في حدود 200 جرام. طبعا الكمية هنا طبعا قليلة في البطاطس، لان زي ما قلت لكم فترة التنشيف دي هي فعلا يعني من اصعب الفترات اللي فعلا يعني ان احنا بنمر بيها. فطبعا يعني مفيش حاجه بتيجي بالسهل، فلازم نتعب، لازم نعمل اللي علينا علشان يعني ان احنا نعرف نظهر يعني باحسن شكل لينا على المسرح ان شاء الله. وفي نفس الوجبه ديت برضو يعني فيها برضو نفس الكلام، الكابوتش وبرضو السبانخ، حتى برضه عشان الحديد اللي فيها. فخاصة ان انت يعني الكارب لما بيكون قليل فده مثلا بيخليك في بعض الاحيان انك بتكون يعني تعبان شوية وكده، فالحديد ده برضه يعني ايه هيساعد معاك شوية في ان الموضوع يكون يبقى كويس واحسن معاك. والحاجة بقى المهمة اللي نسيت اقولها لكم في الوجبة اللي فاتت، ان انا بستعمل الملح، بس المرة دي الملح ده ملح الهيمالايا اللي هو الوردي. فملح الهيمالايا ده انا عن نفسي بفضله اكتر عن الابيض، لان المعادن اللي فيه يعني بتكون احسن شويه. فانا مثلا بستعمل منه في الوجبه بتاعتي يعني من حوالي ممكن مثلا يعني من جرام لاتنين، يعني التلاتة بالكتير قوي. طبعا ده حسب كميه الكارب نفسها. فهي مثلا الكميه لما بتكون قليله بالشكل ده، او لو اليوم عندي بيكون لو كارب، لان النهارده ماشي لو كارب، فبوصل من حوالي من 2 ل 3 جرام ملح. فهناخد الوجبه الثانيه، وبعد كده ان شاء الله بقى هبدا اصور لكم الوجبه الثالثه. كده يا شباب ديت الوجبه الثالثه معانا هتبقى عباره عن المره دي عن 150 جرام بطاطا. بس اللي نسيت اقول لكم فيها، البطاطا مش بتكون مسلوقه، بالنسبه لنا احنا بنخليها مشويه، فدي يعني هتبقى احسن حاجه لينا. فلو انت خليتها مسلوقه وانت في فتره التحضير نفسها مش هتكون احسن حاجه ليك، لانها هتغيب معاك ميه، وفي نفس الوقت يعني مش هتكون يعني كويسه. ودول معاهم 200 جرام صدور فراخ. والمره دي بقى المختلف في الوجبه دي ان انا زودت كميه السبانخ شويه. بعد ما اخلص الوجبه دي هناخد معاها الاوميجا 3 بلس، يعني زي ما قلت لكم ان هو يعني مهم جدا في الوجبه الاولى. طبعا فوق ده كله متنساش تشرب الميه. بعض الناس يعني مش بتبقى واخده بالها من الموضوع ده، مفيش حاجه اسمها الميه بتعمل كرش، يعني دي خرافه، يعني شيلوها من دماغكم. فالميه هتهضم معاك الاكل كويس. فكده هناخد الوجبه بتاعتنا ان شاء الله لكم الوجبه الرابعه بعد كده. طيب يا شباب، كده خلصنا الوجبه الثالثه بتاعتنا، فدي كده الوجبه الرابعه. المره دي بقى يعني هناخد فيها يعني باقي البطاطس المشويه، وحتى الكميه بتاعتهم صغيره، يعني هتلاقوا 20 جرام
البطاطا برضو هتلاقي برضو الباقي اللي فيها يعني 50 جرام. فزي ما قلت لكم طبعا يعني كميه الكاربس بتبقى في فتره التنشيف يعني بتكون قليله، لانها فعلا بتبقى اصعب حاجه يعني احنا بنمر بيها. وهنلاقي ان صدور الفراخ المره دي برضو يعني نفس الباقي بتاعها، يعني برضو خليتهم وزودتهم لحد 200 جرام، لان انت برضو في فتره التنشيف مهم جدا انك يعني تعلي نسبه البروتين بتاعتك في الاكل عشان تعرف يعني انك تحافظ على العضلات يعني قد ما تقدر. طبعا دول بقى بقيه السلطه نفسها والخضار الكابوتش نفسه. فمهم جدا انكم تدخلوا دايما في كل وجبه السلطه، عشان يعني يعني عناصر برضو الفيتامينز والمعادن برضو مهمه جدا، خاصه لو انت يعني ماشي على الدايت اللو كارب. وفي برضو يعني تريكايه برضو نسيت اقولها لكم، لو انت مثلا ما عندكش الامكانيه انك تجيب السي ال اي كارانتين، فالاوميجا 3 ده يعني هيساعد معاك كويس جدا في الموضوع دوت. طبعا زي الوجبه اللي فاتت، اهم حاجه تشربوا الميه يعني كويس جدا، خاصه برضو لو انت ماشي على دايت لو كارب، برضو مهم جدا انك تحاول تشرب منها قد ما تقدر. فخلص الوجبه الرابعه، واول ما اروح من الشغل هصور لكم الوجبه الخامسه ان شاء الله. واخيرا واهم حاجه، قمت اصلي وادعي ربنا بكل اللي نفسي فيه. بعد ما خلصت الشغل وروحت البيت، جينا على اخر وجبه وهي الجبنه القريش عباره عن 200 جرام، وخدت معاهم المكمل فيتا ستريس. زي ما انتم شايفين مفيش اي خضار خالص ولا اي مكسرات اللي هي اللوز، فهي هتبقى احسن حاجه ليك انك تاخدها قبل النوم، وده علشان بروتين الكازين اللي فيها واللي هيساعدك على بناء العضلات. اما الفيتا ستريس فباخد منه قرص واحد قبل النوم.